هذه المحاضرة تتصل بالخصوص بهذا الشأن، ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شو ايش قد حلو، ايش قد احترام. مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. سياق القرآن كذلك دائما. شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. زين، هذا الكلام ويا هذا الكلام الأمير أيهما أبلغ وأيهما أنفع؟ بس هذا شو ينفعنا؟ هذا قريش كانت عندهم رحلة الشواء الصيف فليعبد رب هذا البيت. كلا ليمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. من أول خوف قول نار الله الموقدة خلصنا. كلا ليمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، يعني السجن مؤصد. بس هو بالنار بعد شيء يحتاج سد الباب، لو افتتح الباب هو بالنار. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. تهافت بلاغي واضح. وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. المصيبة الوراء يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. مستحيل توصلون للقمر. وصلوا جماعة، وصلوا وتحدوا القرآن ووصلوا. صدق شافوا اكو شهوب نيازك لبسوا دريع وخلوا خوذة وكذا ووصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم. رجعوا سالمين غانمين. وين تقول فلا تنتصران؟ هاي مو تكذيب الله. أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. هذا كلام بشر. يعني الأمثال القرآنية يعني مأساة. يعني يقولون أمثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر. مثلا الله نور السماوات والأرض، مثل نور مشكاة في زجاجة. الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هاي شنو الشجرة المباركة؟ ما أدري، لا شرقية لا غربية، بس عايز يقول جمهورية إسلامية.